النهارده بنعمة المسيح هنتكلم مع بعض عن سفر التثنية، هو آخر أسفار موسى النبي الخمسة، وعدد إصحاحاته هو 34 إصحاح. وبفكركم إن موسى النبي كتب الأسفار دي 1500 سنة قبل ميلاد ربنا يسوع المسيح. وكلمة تثنية هي بمعنى بسيط اللي هو يلا نقول تاني، يلا نحكي اللي حصل في تكوين، خروج، لاويين وعدد. وكمان موسى النبي بيركز فيه مراجعة الوصايا والفرائض والأحكام اللي ربنا قالها للشعب. عشان كده تشوفوا ان اهم كلمة بتتقال هي احترس لألا تنسى. طب عايزين نسأل نفسنا الاول، احنا ليه اصلا بندرس العهد القديم؟ عشان في آية بتقول لنا فتشوا الكتب لأنكم تظنون أن لكم فيها حياة أبدية وهي التي تشهد لي. وخلوا بالكم كمان حاجة مهمة جدا، ان احنا ما نقدرش نستوعب او نفهم العهد الجديد من غير نبوات واحداث العهد القديم. عايزين كمان نتكلم عن حدث مهم جدا حصل في اخر السفر، وهو ان موسى النبي مات وتلميذه يشوع هو اللي ختم السفر بحكاية موته، وقال ان الملائكة هي اللي دفنت موسى النبي، اما ربنا يسوع المسيح هو اللي أخفى جسد. وده هنعرفه النهاردة وهنعرف القصة كاملة. وكمان في حاجة حصلت مهمة جدا هتعرفنا أهمية السفر ده، وهو إن ربنا لما اتجرب على الجبل من إبليس في متى 4 رد ب4 مرات 4 آيات من سفر التثنية. وهنتكلم بقى دلوقتي عن ترتيب السفر، بيتكون من 4 عظات كبيرة وبعدها الختام بتسبيحة وداع من موسى النبي. هنتكلم من إصحاح 1 ل3 عن قصتنا لحد دلوقتي، أما بقى من إصحاح 4 ل 11 هي دعوة موسى النبي للأمانة مع ربنا، أما بقى من 12 ل 18 هي شرائع العبادة، ومن 19 ل 26 شرائع القوانين المدنية، وأخيرا من 27 ل 34 هي كلمة موسى الختامية وموته. هنبدأ بقى في قصتنا لحد دلوقتي في ال4 إصحاحات الأولى، استرجاع موسى النبي للأحداث اللي حصلت في سفر العدد بعد استلامهم للشريعة، وفكرهم كمان بالرحلة اللي مليانة معجزات جميلة من ربنا. طيب ليه بقى موسى النبي بيعيد الكلام والقصة تاني؟ ده لأن كل شعب اللي حضر وعرف كل الحاجات دي مات أصلا في البرية، فهو بقى بيعيد القصة للجيل الجديد اللي داخل أرض الموعد. وموسى النبي كان دايما بيفكر الشعب قد إيه هما كانوا معدين لربنا، لكن برغم ده كان ربنا أمين وعادل جدا معاهم. عايزين دايما نفتكر ربنا بيتعامل معانا ازاي وقد ايه هو حنين معانا. هنتكلم بقى عن دعوة موسى للأمانة مع ربنا. موسى كان دايما بيفكر الشعب ويدعوهم للتمسك بوصايا ربنا في وعظة قال فيها حاجات جميلة كتير، زي مثلا لما قال لهم إياك أن تنسى ما أبصرت عيناك، وإياك أن تترك الوصية الأولى أن تحب الرب إلهك من كل قلبك وفكرك. وبعدها بقى اتكلم عن شرائع العبادة، وده معناه إن موسى النبي يفهم الشعب الفرق بين طريقة العبادة بينهم وبين الأمم الوثنية اللي كانت موجودة في كنعان. بعدها بقى اتكلم عن شرائع قوانين المدنية، وهنا اتكلم عن شوية القوانين اللي بتحفظ الشعب من الانهيار، زي مثلا عقابة الشهادة الزور. واخيرا بقى كلمة موسى الختامية وموته، ودي زي ما قلنا ان يشوع هو اللي اتكلم عنها وقال ان موسى النبي طلع الجبل وربنا بقى وراه ارض الموعد، وحط موسى ايده على يشوع وبعدها موسى مات والملائكة دفنته وربنا اخفى جسده عشان الشعب ما يعبدهاش. ويخلص بقى السفر بجملة مختصرة جميلة عن موسى النبي بتقول ولم يكن بعد نبي في اسرائيل مثل موسى الذي عرفه الرب وجها لوجه. وده كان ملخص بسيط كده للسفر، لكن ده مش معناه ابدا ان انت ما تقراش السفر.